السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة من 4 خلطات متتاليين، سلسلة رز البسمتي. أول حاجة الكبسة، البرياني، البخاري، المندي. هنعمل 4 خلطات متتاليين ورا بعض. أول حاجة هنعملها النهاردة وهي خلطة الكبسة. عملناها في الفيديو بالجرامات والمعلقة، بس كان في تكه برضو عايزه تتعمل، وهي الناس كتيره بتحط البهارات الحصى زي ما هي، يعني ما بتقدحهاش زي ما احنا بنقول. لا، هو التركه في البهارات اللي هي بتتحط على الرز، ان انا باخد مثلا مقدار معلقه من البهارات الناعمه مع ورقتين 3 لورا، مع عود قرفه، ليمونه او 2، فص الحبهان، وعود القرنفل. دول باخده مع حته سمنه او زبده صفرا، واقدحهم كلهم مع المعلقه من البهارات بتاعتنا، اقدحهم قدحه على السريع، وانزل عليهم الرز، ادرب كله مع الرز، وبعد كده ادي الميه بتاعتنا. الرز بياخد مره ونص ميه، مش زي الرز العادي بياخد مره ونص. تلاقي الرزايه معاك بقت طويله وبقت قوامها فرداني، واحده من واحده. تعالوا نعمل معانا البهارات بقى بالتكات بتاعتها، ونرجع لكم اخر الفيديو. الكركم الهندي هو الاصفر المطحون على بوم بدون اي اضافات. كاري، معلش بقى استحملونا الكاري المصنع لحد ما نعمل خلطة الكاري في البيت. القرفة، العود او الكسر زي ما اتعودنا، بنحط دايما الاتنين. فصين 3 قرنفل ابو ريحة حلوة، طعم العالي، تست الجميل. حبايتين 3 كباب صيني او كبة صيني. ورقتين لوري تقريبا بالعدد، ورقتين او 3. فصين حبهان، 3-4 ليمونات، اللومي المجفف سواء الاصفر او الاسود. توم وبصل الشرايح. بصراحة هو يفرق جدا في اي بهارات هتتعمل، ان هو يكون بصل وتوم شرايح، ما يكونوش بودر. زنجبيل صيني ابيض. بابريكا اسباني. خلنجان عقربي، قلنا في الفيديو اللي فات الفرق بينه وبين الخلنجان العقربي والشرايح، تبقى حبايته صغيرة بالشكل ده كده اهو. كمون بلدي، كزبرة بلدي، سنة حلبة، قلنا عشان بتديني تيست حلو وبعض المرارة اللي بتدي طعم للأكل. زر ورد، ياريت يكون باللون ده، بيبقى حاجة حلوة. فلفل اسود، سنة ملح سواء ملح ناعم العادي او ملح ليمون. سكر ابيض، سكر ابيض، قصب، تمر، بني، اي سكر، معلقة سكر. دي كده تبقى التركيبة بتاعت بهارات الكبسة. هنطحنها ونشوف شكلها ايه في الاخر. وفي تركة مهمة جدا في طريقة تشويح البهارات الحصى. دي البهارات في الكبة اهي، هنطحنها ونشوف شكلها ايه. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما عملنا خلطة الكبسة. في ناس كتيرة ما بتزودش الكركم، ما بتزودش فيه الكركم، بتشتري حاجة اسمها زعفران او التترازين، والغالب ان ده بنستخدمه في البهارات التانية، لكن الكبسة بتعتمد على الكركم ومجموعة البهارات الحصى اللي احنا قلنا عليه. اشوفكم في فيديو جديد ونكمل سلسلة حلقات الرز البسمتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.